مس واضح باليد، لكن يبقى القرار، هل هناك تعمد، هل هناك يد كبرت الجسم؟ كل هذه الأمور تابعة لقرار حكم اللقاء. ننتظر القرار. ما هو القرار؟ ما هو القرار؟ ما هو القرار؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للميناء، ركلة جزاء للميناء، ثاني أسرع ركلة جزاء بتاريخ دورينا هذا الموسم. بعد ركلة الجزاء احنا ما شفنا ركلة الجزاء بأي دقيقة. شوف يا حكم، شوف إذا لمسة يد واضحة موجودة بالمباراة، وهذه ثاني أسرع ركلة جزاء، لكن مع لحظة وجود ركلة الجزاء في أي دقيقة حدثت أنا ما أعرف، اللي أعرفه الآن راح تمنح بالدقيقة الثالثة، لكن تبقى أسرع ركلة جزاء في دورينا هذا الموسم بالدقيقة 42 ثانية، والأسرع في تاريخ دورينا بالثانية 19 و43 جزء من الثانية. إذا ركلة جزاء لمصلحة نادي الميناء على التنفيذ القدير والكبير على عبد الزهرة. على عبد الزهرة، علاء سجل في شباك أربيل والكهرباء والحدود هدفين، 4 أهداف. أول الركلات، أول الأهداف قد تكون بعد قليل. علاء سينفذ ركلة جزاء، ولمسة يد كانت واضحة، ولكن القرار بقى التقدير للحكم، والحكم بعد الذهاب لغرفة الفار. وعلاء جول 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 جول. أول الأهداف للسفانة يسجل على عبد الزهرة من ركلة جزاء. عبد الزهرة يسجل 5 أهدافه، والهدف الأول في المباراة بالدقيقة 6 من عمر اللقاء. 1 الميناء. هذا الهدف راح يولع المباراة، هذا الهدف راح يشعل المباراة. 1 الميناء، لا شيء النجم. ننتظر نراقب، ويا ريت تكون المباراة حلوة. 1 الميناء، لا شيء النجم في مباراته الأولى في الجولة 24.